أغرب حرب نفسية في التاريخ، أكتوبر، حرب الأدرينالين. اللي عدى ده معركة، مش كده؟ انسى بقى خالص كلمة معركة. اللي حصل في أكتوبر 73 كان صدمة نفسية معاكسة، اللي بيسميها علماء النفس ريفرس تراما. الجيش المصري قدر يخدع العالم كله، لكن الأهم إن هو قدر يخدع دماغه هو شخصيا كمان. يعني إيه الكلام ده؟ النهارده هحكي لكم إزاي الجيش المصري لعب بأعصاب العدو وحول علم النفس لسلاح قاتل. ازاي اتحول التراما بعد الصدمه PTSD بتاع نكسة 67 لادرينالين انتصار في 6 ساعات. اللي هقوله لك ده مش تاريخ عسكري، ده تحليل لاغرب حاله يقظه جماعيه في التاريخ الحديث. عد معايا. رقم 1، الكود السيكولوجي، خطه المسامير. مسامير؟ هو كان في مسامير في حرب اكتوبر؟ استنى بس وهتفهم في الاخر. مش بس خطه الخداع العسكريه كانت عبقريه، الخطه النفسيه كانت اقوى واكثر عبقريه. الجيش استغل الروتين والملل عشان يقتل يقظه العدو ويعطل له جهاز الانذار العصبي وحطم يقظه الخطر عنده نهائي. ازاي الكلام ده؟ القوات المصرية كانت بتنفذ المناورة التدريبية بشكل متكرر ولفترة طويلة جدا، وده خلى الأميجدالة، اللوزة الدماغية اللي مسؤولة عن الشعور بالخوف وتوقع الخطر عند الجندي الإسرائيلي، تعتبر المناورات المصرية ديت مجرد دوشة ملهاش أي لازمة، ما هيش تهديد حقيقي. وده كان أول مسمار. كل مناورة تدريبية للتمويه كانت بمثابة مسمار بيدق في وعي الجندي الإسرائيلي. المسمار ده كان بيثبت الاعتقاد عند العدو بإن اليوم ده زي الأمس زي بكرة، مفيش أي حاجة جديدة ولا في داعي للخوف والخطر. وده نقدر نسميه مسمار التثبيت والروتين. ده عمل حاجة اسمها habituation، يعني انطفاء الاستجابة. الدماغ بيطفي جهاز الإنذار بتاعه لما بيتعرض لنفس المحفز الممل بشكل متكرر ودون حدوث أي خطر. لما الهجوم الحقيقي بدأ، كان الدماغ العدو في حالة نوم عصبي neural sleep أو شلل الإدراك. الدماغ تجمدت، وده كان المسمار التاني، تعطيل وتسمير رد الفعل.